كابتن محمد أعرف حبك وتعاطفك مع ميسي، لكن لا يمكن في كل مرة أن يحدث هو بنفسه الفارق. اليوم الفروقات كانت شاسعة للغاية لدرجة أنه لا يمكن لميسي أن يصنع أي شيء أمام منتخب إسبانيا. طبعا من المرات القليلة أن كرة القدم تبقى عادلة. النهائيات كنا بنقول تكسب لا تلعب، النهارده اسبانيا كسبت ولعبت. طبعا في كل المستويات يا محمد، المستوى الفني والتكتيكي والبدني وعلى المستوى الذهني. المجموعه تكسب الفرديات، خلي بالك الفرديات هذا كابتن من نجوم البطوله. طبعا مباراه فرنسا والمباراه النهائيه. انا قلت لك يا محمد الكره الاسبانيه بتعرف تستغل اجيالها الذهبيه. الجيل الذهبي ده جيل ذهبي، خد يورو وكاس عالم. الاجيال اللي قبل كده خدت يورو وكاس عالم. توريس لو في برشلونه هيحطها في المدرجات. النهارده جات له راح حاطط ميسي في سقف المرمى. خلينا نسمع كابتن توريس نجم المباراه النهائيه متحدثا بعد النهائي. شكرا جزيلا. في الواقع في نهاية المطاف الهدف كان ل 47 مليون شخص وليس أنا فقط أو حتى اللاعبين الذين كانوا على أرضية الميدان. أعتقد أن المصير كان مكتوبا بأننا سنفوز بهذا الكأس بعيدا عن جماهيرنا، ولكن حاولنا أن نكون أقرب منهم. المباراة كانت صعبة وكنتم تحاولون أن تسجلوا الهدف، 20 فرصة بالنسبة لكم ولم يكن هنالك فرص للمنتخب الأرجنتيني. كيف رأيت كل ذلك؟ نعم، كل النهائيات صعبة جدا، وعندما يكون هنالك ميسي في الفريق المنافس فتبدأ في أن تشعر بالتوتر أو القلق، ولكن نحن كنا نعتمد على أنفسنا أن نقدم كرة القدم التي اعتدنا عليها، وأعتقد أننا أظهرنا ذلك. وكيف كذلك بحثت عن هذا الهدف. ألغي هدف لكم ولكن نجحتم في أن تفوزوا في نهاية المطاف. ما هو شعورك بأن تسجل هذا الهدف المهم؟ شعور كبير بالراحة بعد هذا الهدف. أعتقد كما قلت ربما المصير كان مكتوبا. نحمد الله على ذلك، دائما ما يمنحني القوة والطاقة من أجل أن أستمر، وفي النهاية كما أقول دائما هذا من فضل الله ويمنحه لمن يستحق. هدف إنيستا كان في التاريخ، والآن هدف فران سيبقى كذلك في التاريخ. مبروك لإسبانيا، عشاق إسبانيا في الوطن العربي على هذا الفوز المستحق بعد أن كان منتخب إسبانيا الطرف الأفضل طوال المباراة النهائية. هو يتوج بنجمته الثانية، ثاني كأس عالم بعد النجمة الوحيدة التي كانت على قميص لامين يامال. حتى هذه المباراة ستضاف نجمة أخرى. مع كل هذا الشد، مع كل هذا التوتر، كان منتخب إسبانيا أمام كل هذه الأسماء الكبيرة، أمام يورينتي، أمام الكراز نجم التنس، أمام بويول، حتى ليفاندوفسكي كان مع تشافي ومع راموس وبقية الأسماء يشجع لاعبين منتخب إسبانيا. كان سعيد للغاية بعد أن سجل فيران توريس نجم منتخب إسبانيا نجم برشلونة هدف الانتصار، وبالتالي جاءت الفرحة هنا. نجم هذه البطولة على المستوى التدريبي دي لا فوينتي. مباراة لم تكن سعيدة ليونيل ميسي بعد مشوار مذهل في ثالث نهائي مونديالي لميسي الذي خسر نهائي مونديال 2014 في البرازيل، يخسر مرة أخرى في هذا الملعب في نيوجيرسي. فاز في لوسيل في قطر، حقق لقبا وحيدا موندياليا أصلي. 3 نجوم لمنتخب الأرجنتين في تاريخه، وبالتالي يخسر الآن النهائي الثاني. قد نتفق كابتن ياسر بأن منتخب إسبانيا كان الأحق فعلا بالفوز بهذه البطولة. نعم، فوز مستحق سواء كان بالمستوى وحتى بالنتيجة. وأنا أعتقد أنه ما بدأ فيه المنتخب الإسباني من بداية البطولة أثبت ثباته في المستوى وتطوره من مباراة إلى أخرى، والدليل أنه ينهى هذا المونديال بهدف وحيد يتلقاه في مرماه. رغم ذلك يقدم نفسه بأسماء شابة، أسماء حملت الراية بعد الجيل الكبير والجيل العظيم جيل 2010. الكل لم يتوقع الكثير أن يعود المنتخب الإسباني لتحقيق يعني خلال 10 سنوات تقريبا أو تقريبا 16 سنة يعود ويحقق هذا اللقب بهذه الطريقة وأمام منتخب عنيد جدا. شاهدنا منتخب الأرجنتيني يتجاوز كل الصعوبات ويصل إلى المرحلة الأخيرة، ويعني مقيد الأيادي أمام منتخب قدم نفسه بكرة شاملة، كرة جماعية تستحق أن تكون بطلة العالم في هذا الوقت وهذا التوقيت، وتثبت دائما أن الكرة الجميلة، الكرة
الشاملة هي من تحقق الألقاب دائما، وليس الاعتماد على لاعب ولو كان الأفضل في التاريخ. غريبة كرة قدم، فيران توريس الذي كان يقاتل على مقعد أساسي في برشلونة، كان في الدكة في كثير مباريات، ليفا كان مفضل على مستوى المنتخب، لم يكن المهاجم الأول في المنتخب معظم فترات المباراة، يأتي ليحسم الفوز ويحسم فوز إسبانيا باللقب الثاني أمام فرحة كل إسبان رودري الشقيق الأصغر للامين وكل إسبانيا. يعني حاسم حقيقة، احنا نتكلم عليه في مباراة البرتغال، كان سحب الاسيست المارينو اللي سجل. يعني لاعب لما يدخل اكيد ولا يتذمر، لا تشعر بأنه يتكلم او يرفض، ولما يدخل يحاول ان يقدم افضل ما لديه. حقيقة لما نشاهد مباراة اليوم اكيد ان اسبانيا استحقت الانتصار عطفا على ادائها الذي كان من الدقيقة الاولى الى غاية تسجيل الهدف. هذه لقطة مؤثرة اكيد. اكيد احنا نتكلم على افضل لاعب على مر التاريخ، اكيد انت تريد ان تشاهده دائما يحقق، خاصه محبين ميسي، لكن في الاخير في منطق في كره القدم لابد ان يحترم. اسبانيا كانت الطرف الافضل على جميع المستويات. اسبانيا فازت على فرنسا بدون اي عناء، فرنسا التي تعج بالنجوم، اضافه لبعض التغييرات. نراس سكالوني لم يوفق في مباراه اليوم، خاصه في الشوط الثاني، بمعنى انه جعل 4 لاعبين وسط الميدان كلهم لاعبين ارتكاز، بمعنى لا يوجد لاعب طرف، فساعد المنتخب الاسباني كذلك في حصار المنتخب الارجنتيني. وان كانت يعني هذه شاهد كل هذه اللقطات بعد المباراه، يعني باريديس، انزو، أنا لا أريد على باريديس لم يقدم الإضافة المطلوبة، وإن كان دخل من أجل أن يكون يمنح أكثر التوازن وأن يكون أكثر هدوءا، بل دخل وكان أكثر تشنجا وتحصل على الكارت أصفر. ثم انزو، بمعنى يعني في مثل هذه المباريات جزئيات بسيطة تحسم مباراة. أنت الطرف الأقل وأنت الطرف الذي تعاني عن المستوى البدني، ثم تأتي وتتحصل على كارت أصفر، ثم تتدخل بتصرف في نوعا ما من التهور، فهذا يساعد معنى المنافس ان يحقق انتصار عليك. ثم اليوم لابد ان تظهر احترام لمنافسك الذي كان افضل منك على جميع المستويات في كل شيء، يعني بدنيا، فنيا، تكتيكيا كان افضل منك. يعني اكيد احنا نتكلم على ميسي، لان اليوم ميسي هو افضل لاعب، يعني ما قدمه لغايه الان. لغايه الشوط الاضافي الثاني كان في 20 تسديده لاسبانيا، 0 للارجنتين. يعني والارقام تحكي على نفسها. كذلك انا دائما المدرب اشدنا فيه في العديد من الامور، في جعل فريق جيد تنافسي في حماس، تغييرات التي كانت في بعض المباريات كانت حاسمه، لكن مباراه اليوم حقيقه تغييرات لم تعطي الاضافه. من فيران توريس نجم المباراه النهائيه، صاحب الهدف الوحيد على غرار ما حدث مع انيستا في جنوب افريقيا. دعونا ننتقل مباشره الى استوديو بين سبورتس، هناك في ملعب المباراه مع باسل. باسل تفضل. أنت الطرف الأقل وأنت الطرف الذي تعاني عن المستوى البدني، ثم تأتي وتتحصل على كارت أصفر، ثم تتدخل بتصرف في نوعا ما من التهور، فهذا يساعد معنى المنافس ان يحقق انتصار عليك. ثم اليوم لابد ان تظهر احترام لمنافسك الذي كان افضل منك على جميع المستويات في كل شيء، يعني بدنيا، فنيا، تكتيكيا كان افضل منك. يعني اكيد احنا نتكلم على ميسي، لان اليوم ميسي هو افضل لاعب، يعني ما قدمه لغايه الان. الشوط الاضافي الثاني كان في 20 تسديده لاسبانيا، 0 للارجنتين. يعني والارقام تحكي على نفسها. كذلك انا دائما المدرب اشدنا فيه في العديد من الامور، في جعل فريق جيد تنافسي في حماس، تغييرات التي كانت في بعض المباريات كانت حاسمه، لكن مباراه اليوم حقيقه تغييرات لم تعطي الاضافه.